يا صباح السعادة على أحلى متابعين، كالعادة بنبدأ يومنا بفنجان قهوة يعدل المزاج. ورمضان كريم، تصوموا وتفطروا على خير. نحن خلاص بقينا مشينا خلاص في رمضان الحمد لله، جا بخير ومشى من غير ما ماشي من غير ما نحس به. ربنا يجعلنا من أتقاء الشهر يا رب العالمين. نشرب قهوتنا دي وندخل المطبخ نشوف يوم من يومياتنا في رمضان. كنت بعمل حمص أو كبكبة من بالليل، أو الصباح حطيته في القدرة. طبعا القدرة دي بحبها أنا في الفول وفي في البليلات وكده. فهنا متبلة عليه فراخ و بسلق ليا برضو هنا في مكرونة. ونشوف الليلة فطورنا حيكون شنو. حاجة بسيطة وما متعبة، تخلص سريع يعني. يلا في طاسة تانية أو في طوة خطيت شوية زيت، وهاخد عليه قطعة شوية بتاع الزبدة، قطعة صغيرة يعني. خليته سخن شوية وحنزل عليها بالفراخ المتبلة من بدري. فبعد شوية هنشوف نضيف عليه شنو. خليكم معاي. طبعا قلبت شوية شوية يعني لحد ما تشوح شوية. والبهارات الضايفة عليه كركم وبابريكا وفلفل وكزبرة ناشفة والسبع بهارات. هنا ضفت له فلفل ألوان وجزر برضو مبشور، معلقة صلصة، كيس بتاع كاتشب. وضفت له شوية موية على أساس عايزة صوص أنا. عملت زيادة بتاعة ملح، وعملت شوية برضو زيادة من البهارات، لأن البهارات اللي أنا أساسا عاملاها في الفراخ كانت خفيفة. برضو زيادة من البهارات اللي قلت عليكم شوية شوية شوية. هنا الصوص بتاعي خلاص جه جاهز والفراخ جاهزة، وفيها كمية بتاع الصوص على أساس إنه هكبها في الفراخ المسلوقة، وتبقى أحلى فراخ. مكرونة بالفراخ خفيفة وبسيطة ولذيذة، كانت حلوة صراحة.
كده مكرونتنا جاهزة، وكانت أحلى مكرونة بالفراخ. يلا نجي للصنف التاني، هنعمل شوربة مع بعض. برضو خطيت شوية زيت وزبدة في الحلة، ونشوف هنعمل معاه شنو. هنا هننزل البصل مربعات ناعمة مفروم، والفراخ اللي كنت عملته بالمكرونة كان طلعت منه جزء بسيط، على اساس انا عايزة اعمل شوربة بالخضار، بالفراخ بالخضار ميكس يعني. هنا قلبت البصل شوية، دبلت حبة، هبدأ اضيف، مفروض ابدأ اضيف الخضار المشكل اكون نسيت حاجة مش هتجيبها. انا مشيت وين؟ انا تهت، انا رحت. المهم رجعت واصلت التقليب، ما عارفة غادي جبت شنو. في المرحلة دي عندي بطاطس برضو مقطعة مربعات، فحاضيفه بقلب فيه موية بملح، فحاضيفه وحابدأ اقلب، وبعد داك حاضيف الخضار المشكل ونديه كله تحت التشويح برضو في شوية الزيت بالزبدة اللي حطيناه. بعد الخضار شوح شوية، عملت فتحة في النص كده، وغطيت الفراخ المقطع صغير دي مربعات، وهبدأ برضو في النص كده والخضار بالجنبها برضو هديه تشويحة. وبعد ما يشوح ببدأ اضيف له الموية، وبتضيفي بهار صحيح للشرب ده. وبعدين خطيت ورق غار، خطيت نبات الكمبة، وهو نبات عطري يعني من غرب السودان بيجي، اسمه الكمبة لو ما نطقت اسمه غلط. انا برضو بحبه في الشوربات وفي الحاجات دي، وكزبرة وفلفل وشوية ماجي، وما ضرورية لأنه أساسا الشوربة فيها الفراخ. واضيف لها الموية على كده، وتقعد في النار تتم السوا بتاعها في نار هادئة. قبل ما تنجد خلاص آخر أكون عايزة أطفي عليها، بنزل فيها شعرية، لو عندك نودلز، لو عندك لسان عصفور، الحاجة اللي عندك يعني ممكن تحطيها فيها، تديها 5 دقايق تنجد الشعرية أو الماء لسان العصفور أو الحاجة اللي انت هتحطيها، تطفي على كده، هتكون لك أجمل شوربة. لو وصلت معايا لغاية نهاية الشوربة دي، ما تنسوا لو ما اشتركتوا في القناة تشتركوا، تفعلوا جرس الكل يصلكم كل جديد، وأكيد الجاي أحلى. شكرا للمشاهدة. ما تنسوا تحضروا الفيديو لغاية النهاية، لأنه في النهاية هتشوفوا سفرتنا كانت عبارة عن هنرص الحاجات اللي عملناها مع بعض دي كلها، هتكون أجمل سفرة، وحاجة بسيطة، أكل بسيط، وحاجة صحية ولذيذة.